اسمع ناجي، انا ممكن اقتلك. انا ممكن اشيلك وارميك. ترى يا اخواتي في ايه؟ في ايه؟ انتوا ماسكين في بعض كده ليه؟ قور من هنا، روح. شوفوا الأخ الكبير عمل إيه في إخواته من أجل الحصول على الميراث. يا ريت قبل ما نبدأ أحداث الحلقة العاشرة كلنا نصلي على النبي. أنا طلبت منك تدون يومياتك وبس، مش تعذب في الناس. انت لو مش خايف على نفسك خاف عليا وعلى اللي في بطنك. تحمل المسؤوليه بقى شويه يا اخي. يعني أنا دلوقتي بقيت مجنون ومش متحمل المسؤولية. سيبيني في حالي بقى، أنا سايب لكم البيت وماشي. منك لله يا فين، منك لله يا حبيبتي، كلنا مننا لله. انا مش هسكت الا لما انفذ اللي انا عايزاه بالحرف. سلامتك يا امينه. ما تفتح يا عم، انت ما بتشوفش. ايه يا عم، في ايه؟ بالراحه، في ايه؟ ما اقصدش والله، انا متعصب بس شويه. يا عم انت لو عم تظبط لك بص يا يوسف، الراجل ضيف اول مره دي. كتر خيرك يا حاج، الف شكر يا حاج. بقول لك يا صاحبي، امر يا اخويا. واحد شاي. بقول لك ايه، واحد شاي محدش هياخد غيري. ماشي يا مايكل. أمين. حاج بصه تانية بعينك هخزقها لك. حاضر يا ابني، حاضر يا ابني. بقول لك يا صاحبي، امر يا اخويا. هات لي قهوه. مش لسه طالب شاي؟ وانا طلبت منك شاي؟ صاحبي خلي بالك، انت حاططني في دماغي. سكر على الشاي وقطع البرتقال. والله الدنيا مخبطه معايا خالص. حاولي تشوفي لي بقى القرشين اللي كنا متفقين عليهم، وبعدين والله في اقرب وقت هديهم لك. وغير كده انت عارفه ان احنا بنحوش انا وانت للشبكه اللي هنجيبها، ولا ايه؟ انا جهزت لك الفلوس دي، واول لما يبقى معايا فلوس تاني هحاول ان انا اجيبها لك. قومي خدي بعضك بقى واتكل على الله عشان في ناس جايين لي. ماشي يا مايكل، سلام. ازيك يا محمد، وحشتني. وانت كمان يا دنيا وحشتيني خالص. استني ثواني كده. بقول لك يا عم الحاج، انا عمال اقول راجل كبير راجل كبير وانت مش محترم سنه، والراجل الكبير لما يحترمش سنه الصغير هيقل منه. حرام عليك يا ابني، انا عملت ايه؟ عيب يا صاحبي، راجل كبير قد والدك ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. الراجل ده تعالى يا ابني، تعالى يا حبيبي. هو في ايه يا محمد؟ يا ست ده راجل حشري، كل ما اعمل حاجه الاقي عينه معايا. انا مش فاهم، وانت داخله برضه عمال يبص لك بصات غريبه كده وانا بغير عليك يا حب. المهم بقى، جبت الفلوس اللي اتفقنا عليها؟ يا حبيبي جبت الفلوس. ماشي، طب روح انت بقى دلوقتي عشان انا في ناس جايين لي دلوقتي. انت لو مش خايف على نفسك خاف عليا وعلى اللي في بطنك. تحمل المسؤوليه بقى شويه يا اخي. يعني انا دلوقتي بقيت مجنون ومش متحمل المسؤوليه. سيبيني في حالي بقى، انا سايب لكم البيت وماشي. اشرب يا ابني شويه الميه دول، روق دمك. الف شكر يا حاج. مالك يا ابني، شايل هم الدنيا ليه؟ نسيت الناس والناس نسيتني. انت بتضحك عليا يا حاج؟ هو انا مشكلتي تافهه؟ وقت رموني في الشارع، ادينا مرضك لف. ده انت لسه شاب وايامك لسه جاي. انت بتستهزأ بيا يا حاج؟ ادينا مرضك لف يا ابني. الله يعينك ويقويك يا حاج. عموما يا حاج ما تزعلش مني، حقك عليا، انا بس كنت مخنوق ومتعصب شويه. انت بتقعد هنا على طول صح؟ اه.
ان شاء الله لنا قعده تانيه. حساب الشاي عندي. سمك كام صح؟ ناجي خير يا حاج، في حاجه ولا ايه؟ صورة من دي؟ الف شكر يا حاج، ده والد الله يرحمه، متشكر جدا. الصوره الظاهر وقعت مني وانا بحاسب. سيبني وتمشي ليه؟ بقول لك صورة من دي؟ والد الله يرحمه يا حاج، في حاجه ولا انت تعرفه؟ انت مصطفى بن ناجي الله يرحمه؟ هو انت تعرفني؟ انا عمك. بقول لك ايه يا حاج، مش ناقصه استعباط. سلام عليكم. سيبني شو تمشي يا حاج سيبني في حالي يا حاج، يا عمي منين يعني؟ انا عمك. انت متاكد انك تعرفني؟ طب بقول لك ايه يا حاج، انا مضطر ان انا اصدقك، بس انا هستأذنك في طلب صغير قوي. قول اللي عندك وفهمني فيه ايه بالظبط، وانا هصورك بالموبايل. صور يا ابني زي ما انت عايز. قول اللي عندك يا حاج. ابوك من 15 سنة بقول لك يا ناجي، انا عايز حق يا ناجي 50,000 جنيه. 50,000 جنيه يا هلا الصايع يا اللي مالكش لازمه. حق من ابويا ناجي. حقك من ابوك ايه يا هلا؟ وانت كل شويه رايح جاي تقول لي انا عايز حقي 50,000 جنيه. كسروا حقك. اسمع يا ناجي، انا ممكن اقتلك. ال2000 جنيه دول مش حق، انا حق من ابويا 50,000 جنيه. سمعت؟ انت مجنون يا هلا، انت مجنون يا هلا، انت فايق يا صاحبي يا هلا. بتقف هنا عدل يا هلا، بتقف عدل يا هلا، ده انا ممكن اشيلك وارميك. جرى ايه يا اخواتي؟ في ايه؟ في ايه؟ انتوا ماسكين في بعض كده ليه؟ شيل ايدك من على اخوك يا ناجي، انت ماسكه كده ليه؟ هقتلك يا ناجي واخد حقي 50,000 جنيه. هقتلك. هتقتلني ايه يا شمامي يا اللي معداك انت بتستهبل؟ قور من هنا، روح. ليه كده يا ناجي؟ حرام عليك، حرام عليك يا ناجي، اللي عملته في اخوك ده ما يرضيش ربنا. يا اخي اعتبره ابنك مصطفى. انت عارفه ايه عن الضنا؟ انت عامله زي الارض البور اللي مهما نحط فيها الثمره ما تطلعش. جوزك راح اتجوز علشان ما عرفتيش تجيبي له العيل. يا عقيمه يا اللي ما بتخلفيش. انت بتعايرني يا اخويا على حاجه ماليش ذنب فيها؟ دي حاجه في ايد ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. شكرا يا اخويا. يلا خد اخوك الشمام ده وامشي، مش عايز اشوفك هنا. قوم يا اخويا، حقك عليا، قوم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ناجي. معلش. شمام وجاي يقول 50,000. ايه ده؟ ما خد 2000 جنيه شم بيهم، اديله 50 كمان عشان يروح يشم بيهم كمان. قال اخته بتحميله اللي ما بتخلفش. قوم يا اخويا، قوم، ما تقعدش كده، حقك عليا، حقنا عند ربنا. فرملت ليه؟ دوسني، انا عايز اموت. ريحني من الدنيا ديت. دوسني. تعالى يا اخويا، اهدى، تعالى، ما تعملش في نفسك كده، حقك عليا. حقك محفوظ يا عم، وما تزعلش من اللي عمله ابويا الله يرحمه. ابن اخوك رقبته سداده. حقك عليا انا يا عم، حقك عليا. استأذنك انا يا عم. مصطفى، اشوفك تاني باذن الله. هتشوفني تاني يا عم. ربنا معاك يا ابني. سلام. وصلنا لنهاية أحداث الحلقة العاشرة. رأيكم يهمني جدا في الحلقة دي،
لو الحلقة وصلت 50,000 لايك هنزل التكملة في أسرع وقت. ياريت نعمل شير نوصلها لأكبر عدد ممكن من الناس. شجعونا نكمل. اللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات.